السلام عليكم خوتي، معاكم اخوكم عارف مشاكرة دائما من موقع الحدث ودائما جديد. خويا لطفي دوبل فاس، صديقي لطفي اللي نذكره برك الاول اليوم اللي بدا فيه، ما ينساش اليوم اللي بدا فيه اللي كنا نحاولوا بالشهود دي جي سهيل وجماعه، كنا نحاولوا في ميغانات باش يدخل في 2005 باش يغني في الزينيت باش نبينوه كي شاع، ودركا يجي يتكلم على الوزير الاول. احنا ما نتكلموش على الشخصيات، ليس باش دفاعا على سلال ولا دفاعا على شخص واحد اخر. فقط نقول له يا لطفي خالده تومي اللي تبدلك في الدراهم باش تغني، هذيك ما تهضرش عليها، ما تغنيش عليها. والان فقط يعني دوك نزيد نعطيها لخاوتي باش نقول لكم في الكواليس. لطفي غنى الاغنيه هذه باسكو كاين اطراف خايفين من الوزير الاول اللي يترشح للرئاسيات وحابين يهدموا له الصوره نتاعو. ليس دفاعا عن الوزير الاول ولا الاشخاص، تعرفوني ما ندافع حتى على شخص، نحن العالم فقط نقولوا للطفي يا لطفي دوبل فاس، يا المنافق، يا صديقي اللي مليون مره شرحتوا لي لا صديقنا لا صديق حتى واحد، نعرفوك تاع دراهم وكل الغاشي تاع الفن على بالهم بيك واش يكون. وفقط نقول لك حاجه فقط، نخلي خونا يتكلم لك على الاغنيه تاعك. السلام عليكم يا اخي العزيز، واش رايك في الاغنيه تاع لطفي اللي يتكلم فيها، اللي يتكلم ويهضر بربي؟ السلام عليكم. اول حاجه اللي نذكرها لهذا الانسان هذا، انا ما نعرفهاش، اول شيء ما نتصنتش الموسيقى. ثاني شيء انا تصنت هذا الكلام هذا لان كلموني قالوا لي راه كاين واحد الاغنيه اللي تكلمت على وزير الدوله اللي عندها مسؤوليه تاع دوله كامله، يعني فيها الشعب وفيها الحكام. ولما سمعت الكلام اللي قاله وزير الاول، الله سبحانه وتعالى باللي راه يشوف فينا بجمال. الانسان كبشر يعني ينجم يغلط، والله سبحانه وتعالى يقول لك كل بنو ادم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. بالك في اللفظ تاعه نيته كان عنده نيه اخرى، هي باللي الله سبحانه وتعالى غادي يحاسب كل واحد، وهذه معلوم بها احنا كجزائريين كمسلمين، نعلموا باللي الله سبحانه وتعالى يراقب فينا. ولكن الشهوات تاع النفس تاعنا تخلينا في هذه الدنيا هذه نديروا معاصي كبيره، ومن بعد نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. انا مانيش نتكلم كعالم ولا كان نتكلم كانسان عنده نظره في هذه الدنيا وتحق عليه يتكلم. الكلام اللي قال احنا قلنا بلي هذه النيه تاعه كانت، انا نظن ولله العلم، نظن النيه تاعه بلي كل واحد يتحاسب، لان انا نشوف فيه بلي هذا الوزير الاول عنده نيه فيها تواضع كبير، لان عمره ما جعل نفسه وتكلم باللي